تعالى يا باشا اسمع عشان تعرف ان اتحاد الكرة بتاعك فاشل ومرتشي وبيحتوي نادي الزمالك بكل المقاييس. ايه الحكايه لان طبعا بعد مشكله النادي الاهلي والزمالك والتحكيم المصري، والنادي الاهلي اعترض عليه. طلع اتحاد الكوره في بيان رسمي وقال لك ان ما ينفعش من رابع المستحيلات اللي انا اجيب تحكيم اجنبي قبل المباراه باسبوع واحد، بس لازم اقل حاجه اسبوعين. تمام؟ طب نادي سيراميكا كليوباترا ارسل خطاب رسمي في مباراته مع نادي الزمالك في قبل نهائي كاس مصر. ارسل خطاب قبلها باسبوع واحد. تمام؟ وتم موافقه على طلب سيراميكا باستجلاب حكام اجانب. يعني هو قبل المباراه باسبوع هتقدر تجيب حكام اجانب، لكن مع النادي الاهلي كان قبليها باسبوع ما نفعش. قلت لازم اسبوعين، يبقى انت لازم بقى تغير الخطاب، بدل ما تعمله اسبوع تكتبه اسبوعين وما توافقش على طلب سيراميكا كليوباترا ان انت تجيب له حكام اجانب في مباراته امام نادي الزمالك في قبل نهائي كاس مصر. عشان تعرفوا ان الكذب ملهوش رجلين والاحتواء ملهوش رجلين، واللي انت بتحتوي نادي الزمالك وبيراميدز عشان تقصي النادي الاهلي وتخلي بيراميدز ياخد البطوله، وتكسب النادي الاهلي وتخلي بيراميدز ياخد البطوله او الزمالك ياخد البطوله. واديكوا شايفين عشان الكذب ملوش رجلين، واتحاد كوره فاشل وفاشي، واتحاد كوره مرتشي، وهاني ابو ريده خلاص طبلت على دماغه. والله العظيم مفروض يتدخل الوزير، ساعتها وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، بان هو يقيل هاني ابو ريده الفاسد المرتشي الفاشي اللي هيبوظ الكوره في مصر اكتر ما هو كان مبوظها. وكنا واخدين زيرو اصوات في كاس العالم عشان تنظيم كاس العالم. راجل مرتشي بياخد من تحت الترابيزه قال لك استحاله نجيب حكام اجانب قبل المباراه باسبوع، لازم باسبوعين. طب ما انت اهو يا باشا، سيراميكا كليوباترا ارسلت لك خطاب قبل المباراه باسبوع ووافقت على طلبهم وقلت لهم هنجيب حكام اجانب. يبقى فين بقى؟ ازاي ما ينفعش تجيب قبل المباراه باسبوع وانت وافقت على طلب سيراميكا كليوباترا؟ نطالب باقاله هاني ابو ريده من منصبه. ويا ريت يا جماعه بالله عليكم، مش عايز لقب مش عايز اي حاجه، يا ريت بالله عليك استحلفك بالله في الشهر المفترج اللي يشوف الفيديو يعمل له شير عشان يوصل لكل الناس ويعرفوا فضيحه هاني ابو ريده وفضيحه اتحاد الكره المصري المرتشي.